ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل واحد من احلى والذ الاطباق اللي ممكن نقدمها على سفرة رمضان. حلو قوي في العزومات. بسيط جدا، ما بياخدش وقت خالص، بس بجد طعمه يجنن. هنعمل النهارده الرز بالكبد والقوانص بابسط طريقه ممكن نحضرها بيها. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا عندي معلقه سكر كبيره على نار بقى متوسطه. هبدا اسيب السكر بتاعي لحد ما يبدا يكرمل وياخد لون ذهبي معايا. بالنسبه لي اللون ده كان حلو، لو حابين تغمقوا اكتر من كده شويه مفيش مشكله. عندي بقى ميه مغليه. انا هعمل كوبايتين رز، فلكل كوبايه رز كوبايه ميه مغليه. هبدا انزل بالميه بتاعتي بالتدريج. ومحضره بقى شويه مطيبات معايا. عندي عود قرفه، حبهان، ورق لوري، مكعب مرق الدجاج، 7 بهارات، وملح وفلفل. هبدا انزل بقى بالمطيبات بتاعتي دي، وهسيبها تاخد غلوه كده مع بعض لحد ما تبدا ريحتها تطلع، على نار كده هاديه خالص لحد ما نشوح الرز بتاعنا. محضره بقى كوبايتين من الرز البسمتي، وطبعا نقدر نستغنى عنه ونستخدم الرز المصري بتاعنا البلدي، مفيش اي مشكله على حسب المتوفر عندي. عندي معلقه سمنه ومعلقه زيت، وهبدا انزل بالرز بتاعي. انا مش ناقعه الرز، انا بس يا دوبك غسلاه. هبدا بقى انزل بيه واشوحه كده لحد طبعا ما الميه تاخد غلوه كده بالمطيبات اللي احنا ضفناها عليها. وهبدا انزل بالميه بتاعتي على نار عاليه. اول ما يبدا يبخر معايا هدي النار خالص، واسيبه على اصغر نار عندي على البوتاجاز. وفي الوقت ده بقى في طاسة تانية عندي معلقة زيت، وبدأت انزل بالقوانص بتاعتي الاول لان القوانص بتحتاج تسوية شوية عن الكبد. نزلت بيها مع رشة فلفل كده وشوحتها، ومية مغلية كده نزلت بربع كوباية مية مغلية. وهغطي عليها واسيبها تقريبا حوالي 5 دقايق. محضرة بقى بصلاية متوسطة. هبدأ انزل بيها واخد تقليبة كده لحد ما البصلاية تبدأ تدبل معايا. عندي بقى التوابل بتاعتي 7 بهارات وملح وفلفل، بدأت اضيفهم. واخر حاجة هنزل بالكبد بتاعتي. 5 دقايق على النار وهتبقى جاهزه معايا. عايزه اقول لكم ما بتاخدش وقت خالص، وطعمها يجنن والريحه حلوه قوي. وفي الوقت ده طبعا كان عندي شويه لوز، حطيتهم كده في ميه سخنه تقريبا حوالي 10 دقايق عشان يشيل القشره بتاعته. وابدا بقى اشوحه شويه يعني ياخد لون كده ويتحمر معايا. الرز بتاعي بقى جاهز، بصوا مفلفل وحلو قوي وطعمه جميل جدا. هبدا بعد كده بقى احمر اللوز بتاعي. ومجرد بس ما ياخد لون ذهبي معايا كده هبدا انزل بالزبيب بتاعي. الزبيب ما بياخدش وقت خالص في التحمير، فعشان كده ده اخر حاجه بنحطه. اول ما بدا ياخد لون معايا بدات اضيف الزبيب. وعايزه اقول لكم ان الاكله كلها تقريبا هتاخد نص ساعه تحضيرها وعمايلها وكل حاجه، مش اكتر من نص ساعه. حلو قوي، طبق حلو قوي في عزومات رمضان، على سفره رمضان. مستنيه ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه، وان شاء الله يعجبكم جدا، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.